التائب. اما بالنسبة لمعجزات سيدنا داود حدث ولا حرج. مثلا الحديد كان في ايده طري يقدر يشكله بسهولة، وده اللي خلاه يكون اول واحد يعمل درع بشكل معين غير المتعارف عليه في وقته، وده اللي خلاه يحصن بيه المقاتلين في جيشه، وكان عنده اقوى جيش بلا منازع في الزمن بتاعه. وده بيوضح لنا انه كان ملك ونبي وله مهنة وهي الحدادة، ورغم كونه ملك استغنى عن خزينة الدولة وكان بياكل من شغل ايده. في حديث صحيح فيما معناه نبي الله داود كان يأكل من عمل يداه، وانه كان بيقدس العمل والصناعة، وان المملكة في عهده وعهد سيدنا سليمان ابنه كانت صناعية في المقام الاول، ما كانتش دولة مثلا زي الفراعنة بتهتم بالعمارة والمعابد. وده اللي بيفسر ليه ما كانش ليهم آثار او معمار عاش بعدهم. ربنا وهب سيدنا داود اجمل الاصوات، لما كان بيقرا من الزبور كان بيجتمع حوله اي حد بيسمع صوته سواء من البشر او الجن او الطير، وطبعا كان بيعرف لغة الطير والحيوانات هو وابنه من بعده النبي سليمان. ربنا اعطاه